عندنا شركة كبيرة وفيها فريق مبيعات كبير، وعميل جديد بعت استفسار على الواتساب أو على موقع الشركة يسأل عن حاجة معينة. الطبيعي إيه اللي بيحصل؟ خدمة العملاء أو المبيعات بيشوفوا الرسالة ويبدأوا يردوا أوتوماتيكيا، سواء إذا كان بيردوا عليه على الشات أو بيكلموه بالتليفون. طيب ال AI ايجنت في الشركة ممكن يعمل إيه في الوضع دوت؟ الوضع بيكون مختلف تماما مع ال AI ايجنت. ال AI ايجنت بيستقبل الرسالة، يبدأ ياخد بيانات العميل تلقائيا ويحطها في CRM. بعد كده يبدأ يحلل محتويات الرسالة ويشوف العميل ده مدى اهتمامه، ويبدأ يصنف العميل على حسب المحادثة أو الكلام اللي العميل يتكلم فيه، هل هو مهتم، هل هو محتمل أو غير مهتم، ويبدأ يحدد الأكشن اللي المفروض ياخده ويبعته للموظف المختص بناء على نوع الرسالة أو نوع السياق، وبعدين يبدأ يبعت إيميل ترحيبي للعميل. خلينا نشوف احنا وصلنا لفين. سرعة في الرد مع العملاء، التصنيف والمتابعة، تخصيص أفضل في طريقة العمل والتعامل مع العميل والعملاء. التكامل مع CRM بيخليك دايما سابق خطوة. تابعونا في الحلقة الجاية إن شاء الله عشان تعرفوا إزاي ال AI ايجنت يقدر يرسل OTP ويتحقق من هوية المستخدم بذكاء وبسرعة.